مريم محمد. النهاردة هنتكلم عن تول تبع الجافا، الجي دي كي أو الجافا ديفلوبمنت كيت. هنتكلم عن الجار ساينر. تمام، لو جايلك اي بي كي أو أنت بتعمل تطبيق وعايز تعرف التطبيق ده متوقع معمول له سايننج ولا مش متوقع، ولو متوقع مين اللي موقع، أو التوقيع ده هل فيه مشاكل عشان تمنع إنه يتنشر أو يتعرض على جوجل بلاي ستور مثلا whatever أي حاجة تانية. فهنستخدم التول دي اللي هي الجار ساينر اللي تبع الجافا ديفلوبمنت كيت. تول زي ايه؟ تول زي الكي تول تبع الجافا، زي الاوبن اس اس ال، هي تول بنستخدمها. تمام، هتفتحوا اللينك ده، انا هحط كل حاجة محتاجينها في الديسكربشن في الفيديو. الجار ساينر عشان انزلها انت تبع ويندوز او لينكس او ماك، انا تبع الماك. تمام، طيب لو الويندوز انت بتخش على اللينك ده، ننزل تحت شوية. هو هنا قال لي في الجي دي كي 17 للويندوز. تمام، فانا هدوس هنا احنا في الويندوز الجي دي كي 17 في الويندوز. ارجع تاني، بعد كده الخطوة التانية بيقول لي داونلود الاكس 64 ام اس اي انستولر، الاكس 64 ام اس اي انستولر، وبعدين ادوس على اللينك كده وانزله. تمام، طيب واول ما ينزل ارن اللي هينزل اللي هو الام اس اي دوت، كده كده اللي هيتعمله داونلود اعمله رن. وبعد كده هو المسار الطبيعي اللي هينزل فيه ده، لو انت ما عملتش تشينج للمسار، المسار الطبيعي اللي هينزل فيه هيبقى في المسار ده. تاخد المسار ده كوبي وتفتح الانفايرمنت فاريبلز وتضيف المسار ده، وهتمشي تبع الستبس ديت بتاع تثبيت المسار ده للويندوز. انا حاليا الماك، فانا هفتح اللينك ده جي دي كي 17 الماك او اس، جي دي كي 17 في الماك او اس. بعدين الخطوة التانية بيقول لي داونلود الاكس 64 دي ام جي انستولر هنا، وادوس على ده. جميل، هينزل اشوف هو نزل فين. داونلود، في الداونلود اشوف هو نازل فين، فهو ده. تمام، ادوس على الايكون بتاعت الفولدر ويعرض لي هو نازل فين. ادوس مرتين هيفتح لي الفايل ده. هستخدم الباكج دي وادوس عليها عشان ينزل. وامشي تبع الخطوات دي في الانترودكشن. ماشي، كونتينيو. تمام، بعدين ادوس على انستول منك الباسورد بتاع اللاب، وبعدين اعمل انستول للسوفت وير. تمام، هو كده نزل. اعمل كلوز ونقفل الكروم. بعد كده هفتح التيرمينال. تمام، من الكوماند مع المسطرة السبوت لايت اكتب التيرمينال وانتر، هيفتح لي التيرمينال. تمام، وادخل الامر ده واجي عند الباس يور اي بي كي، احذف الحته دي واروح عند الفايندر بتاعي اشوف انهي اي بي كي انا عايز اشوفه، هو معمول له توقيع ولا مش معمول له توقيع. انا مثلا وليكن اخترت الاي بي كي ده، هعمله كوبي واجي هنا ابست كوماند مع في. الامر ده هو بيقول لي اني هستخدم الجار ساينر. تمام، اول حاجه اني هعمل فيريفاي دوت عشان اتحقق من التوقيع بتاع الملف. تمام، يعني الملف دوت اللي هو الاي بي كي اللي انا حاطاه، انت شوف تحقق من التوقيع بتاع الملف. تمام، الفيربوز عشان يجيب لي تفاصيل حوالين التوقيع او الشهادات او الكي تولز اللي كانت معموله للاي بي كي ده. تمام، السيرش ديت هيعرض لي داتا زياده، بيانات عن الشهادات اللي اتعملت وانا بعمل توقيع وانا بعمل سايننج. تمام، انا هدوس انتر. جايب لي في الاخر النتيجه بيقول لي ان الجار از unsigned، يعني انا التطبيق دوت او الاي بي كي ده مش معمول له توقيع. تمام، ممكن نستخدم الامر ده تاني في تطبيق تاني معمول له توقيع. فانا هفتح هنا واجيب لي تطبيق معمول له توقيع. تمام، انا هختار وليكن الفايل ده، هعمله كوبي واجي هنا افست
ده المسار بتاع الاي بي كي بتاعي وادوس انتر. تمام. هو هنا بيقول لي الجار بروفايد. تمام، يعني هو كده كده اصلا معمول له ساين. ونشوف من الاول خالص ايه الداتا بتاعتي. الساينر مريم، سبي اللوكيشن في ايجيبت، ودي الفاينانشال ارجل. وبيقول لي ان الكي بتاعتي valid. وهنا بيقول لي ان في invalid certificate chain، يعني هو تمام في مشكلة اصلا في التوقيع، فما علينا. فخلاصة الموضوع ان الساينز بواسطة إن مريم الديفلوبر وسبي، ودي كل البيانات اللي اللي انا بضيفها لما باجي اعمل كي تول للفلاتر اب بتاعي. تمام. فبالطريقه دي انت هتعرف هل الاي بي كي ده معمول له سايننج، هل الاي بي كي ده الشهاده بتاعته او معموله من مين، او الالجوريزم بتاعت التوقيع دوت معمول باني شكل، هل في مشاكل خاصه بالتوقيع، هل متوقع ولا مش متوقع، وخلافه من البيانات اللي انت بتحتاجها. وبس كده.